السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مدار الكام عقد الأخير بدأت الصين تكون حديث الساعة في كل مجالس السياسة والاقتصاد. خلال فترة زمنية بسيطة قدرت تتحول من مجرد دولة زراعية ملهاش أي ثقل سياسي لدولة صناعية من الدرجة الأولى، قادرة أنها تنافس بشراسة في السوق العالمي، وبقت خصم عنيد ومؤلم للولايات المتحدة الأمريكية في مجال الصناعة والاقتصاد. والصراع الصيني الأمريكي في مسألة فرض السيطرة على العالم بقى واحد من أهم الموضوعات اللي بيناقشها السياسيين وغيرهم من الناس. وكفة الصين بقت وشيكة جدا إنها ترجح، لأنها بشكل أو بآخر بدأت تحكم قبضتها على معظم دول العالم، مش شرط بقوة السلاح، لكن من خلال طرق تانية أكتر كفاءة وأكتر تأثير. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. قبل ما نتكلم عن إزاي الصين بتسيطر على العالم دلوقتي ولو حتى بشكل غير مباشر، خلونا نعرف الأول حاجتين مهمين. أولا شكل النظام السياسي الصيني، وثانيا نظام إدارة الاقتصاد والموارد المالية جوه الصين. بالنسبة للنظام السياسي، فجمهورية الصين الشعبية هو الاسم الرسمي للصين، واللي تم اختياره وقت تأسيسها على إيد الرئيس ماو تسي تونج عام 1949 تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني اللي هو بيتزعمه، ورئيس الحزب الشيوعي الصيني هو رئيس الدولة مدى الحياة حسب تعديلات الدستور، وبيمتلك القدر الأكبر من السلطة من الناحية الدستورية. أما بقى بالنسبة للسلطة التشريعية، فالصين عندها نظام البرلمان الشعب، واللي يعتبر الوسيلة الوحيدة للشعب الصيني إنه يعبر عن آرائه وتفضيلاته للسلطة التنفيذية. والنظام البرلماني ده شبه منعدم السلطات مقابل سلطة الحزب الشيوعي. أما بقى بخصوص الاقتصاد، فالصين في أواخر السبعينيات بدأت تتحول من النظام الاقتصادي الاشتراكي الصرف، واللي بتكون فيه الدولة هي المالك الوحيد، لنظام السوق الحر اللي بيكون فيه الأفراد قادرين على امتلاك أدوات الإنتاج وتسيير اقتصاد الدولة بقدر كبير من الحرية. ونظام السوق الحر ده كان خطوة مهمة جدا في تاريخ الصين الحديث، وأحد الأسباب اللي خلت الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد في العالم من حيث تكافؤ القوة الشرائية، وتاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، واللي وصل ل 14.3 تريليون دولار في عام 2019، بالإضافة لأنه أسرع اقتصادات العالم في النمو السنوي بمتوسط 6% سنويا خلال آخر 30 سنة، واللي يعتبر في حد ذاته إعجوبة اقتصادية. وعلشان نستوعب قد إيه هو نمو كبير، الولايات المتحدة الأمريكية كأقوى اقتصاد في العالم معدل النمو فيها عام 2018 كان 2.9%. الصين في نفس السنة معدل النمو الاقتصادي عندها وصل ل 6.7%. 7%، يعني نقدر نقول كده في النمو الاقتصادي الصين عاملة زي القطر. وطبعا ما يخفاش على حد إن المنتجات الصناعية والتكنولوجية الصينية مالية كل أسواق العالم من أعلى جودة لأقل جودة، غير إنها في المنتجات الزراعية بتحتكر أكبر نسبة إنتاج عالمي من بعض المحاصيل المهمة. يعني باختصار معاك دولة ماسكة نفسها من الناحية السياسية والقبضة الممنية، وفي نفس الوقت اقتصادها في السماء. إيه بقى اللي يمنع الدولة دي من إنها توسع نشاطها وتغزو العالم؟ الطريقة اللي الصين بتحاول بيها تحكم العالم هو إنها تستخدم القوة الاقتصادية لإخضاع باقي الدول ليها، وده من خلال فخ الديون الدبلوماسي. وخلينا نشرحه ببساطة. كتير من دول العالم خصوصا في إفريقيا وجنوب شرق آسيا بيعانوا من مستويات عالية في الفقر. الدول فقيرة لدرجة إن ما عندهاش أي بنية تحتية، سواء طرق أو مواصلات أو تكنولوجيا اتصالات أو خدمات حيوية زي الكهرباء والمياه النظيفة. ده غير إنهم بيعجزوا عن توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، وفي نفس الوقت مفيش فلوس في الدولة، والحكومة بتعاني من عجز دائم في الميزانية، ومفيش أي مصادر تمويل وطنية علشان تبدأ تنفذ مشاريع بنية تحتيات كبيرة. هنا بقى تتدخل الصين بصنعة لطافة. الصين عندها أكبر إجمالي أصول بنكية بقيمة تقدر ب40 تريليون دولار، وده بيسمح لها إنها تكون أكبر مانح للقروض في العالم، حتى أكبر من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد. وبتظهر لبعض الدول الإفريقية والآسيوية بمثابة المنقذ والمخلص. والدول دي عادة بتكون ضعيفة كمان على المستوى الدبلوماسي، وبالتالي ما بتقدرش تدير عمليات تفاوض ناجحة وتاخد قروض بشروط عادلة. وهوب تبدأ الصين تديل الدولة وتتفاوض على شروط قاسية من ناحية حجم القرض ونسبة الفايدة وطريقة السداد. وبعد ما الاتفاق يتم، تاخد الدولة القرض بشرط إن المناقصة وتنفيذ المشروعات القومية اللي هتتعمل بالقرض ده تكون من نصيب شركة وطنية صينية. يعني العائد اللي هتحققه الشركة القائمة على المشروع يرجع لجيب الصين مرة تانية، وكده الصين تبقى بتكسب من طريقين: تسلف الدولة القرض، وفي نفس الوقت تشغل الشركة الوطنية بتاعتها في مشاريع الدول دي، فياخدوا أرباحهم من فلوس القرض ده اللي الصين لسه مسلفة للدولة من شوية. يعني بتكسب من مرتين من نفس القرض، دماغ شغالة ما بتنامش. وبالإضافة لكده كمان الشركات المنفذة للمشاريع بتكون شركات وطنية صينية زي ما قلنا،
وبيكون عندها دراسات جدوى معمولة مسبقا للمشروعات المختلفة اللي هتتعمل بالقروض الصينية في الدول دي. وفي كتير من الدراسات دي بتكون الشركة عارفة إن العائد من المشروع للدولة المقترضة مستحيل يغطي تكاليف خدمة القرض في المستقبل، وده بيكون متعمد. وبما إن الحكومة الصينية متأكدة إن الدولة دي مستحيل تكون قادرة إنها تسدد الديون ولا حتى الفوائد اللي هتزيد على الدين نفسه، فبتجبر الدولة إنها تقبل شروط قاسية لو عجزت عن السداد، ومن ضمنها إنها لو ما قدرتش الصين يكون ليها الحق إنها تمتلك وتدير المشاريع بالكامل لفترات طويلة بتوصل ل100 سنة. والحقيقة غرض الصين الأهم من دبلوماسية فخ الديون دي ما هواش الربح من فوائد القروض ولا حاجة، أهمها بيكون السيطرة على حكومات الدول المديونة وإجبارها على اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية تخدم نفوذ الصيني في العالم. كل الأساليب اللي فاتت قدرت الصين من خلالها إنها تفرض سيطرة ونفوذ بدون ما تلجأ للقوة الصلبة سواء العسكرية أو خلافه، وبتتعامل بالقوة الناعمة اللي مليانة حب وخير وسلام وقروض وغيره. وأحد أهم القوى الناعمة اللي اتجهت لها الصين مؤخرا هي وسائل الإعلام وتطبيقات التواصل الاجتماعي والبعثات التعليمية والثقافية ومراكز الترجمة وغيرهم. الصين بتمتلك وبتتحكم في كتير من تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة زي التيك توك، وبالمناسبة كل البيانات الشخصية والأنشطة اللي بيقوم بيها كل مستخدم التطبيقات الصينية الحكومة الصينية ليها الحرية الكاملة في الدخول لقواعد البيانات بتاعتها. ولأن القوى الصلبة ممكن فعلا تحقق سيطرة للصين على العالم، لكن ما تقدرش أبدا تنشر أفكار الصينيين أو عاداتهم أو لغتهم بحيث تبقى ثقافة سائدة زي الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. فلجأت الصين لطريقتين مبدئيتين لنشر الثقافة، أولهم معهد كونفوشيوس واللي منتشر في أغلب دول العالم النامي دلوقتي، واللي وصل عددهم ل 540 معهد و1200 غرفة دراسة. ومعهد كونفوشيوس دي هي مؤسسات غير ربحية ممولة بالكامل من الحكومة الصينية، وبيتم فيها تدريس اللغة الصينية لطلاب الدول دي وإعداد معلمين أجانب للغة الصينية، وبيتم عقد ندوات ومؤتمرات بيتم فيها عرض جوانب كتيرة من الثقافة الصينية وأسلوب الحياة الصيني بشكل شيق وجذاب. والطريقة التانية بقى هي الخطة الاستراتيجية لنشر أعمال الأدباء والمؤلفين الصينيين من خلال ترجمتها لعدد كبير جدا من لغات العالم. والخطة بتتضمن برضه افتتاح مكتبات في مدن وجامعات الدول النامية على نفقة الحكومة الصينية نفسها، بشرط إنها تحتوي على أهم أعمال المفكرين والباحثين الصينيين، علشان كده الصين تبقى بتغزو العالم من كل النواحي سياسيا واقتصاديا وثقافيا. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. سلام.